بعد اشتباكات استمرت ليومين على الحدود بين السودان وإثيوبيا، عاد الهدوء بعد إرسال الخرطوم تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. هذه الاشتباكات أسفر عنها مقتل ضابط سوداني وطفل وإصابة عدد من الجنود. قال الجيش السوداني الاشتباكات وقعت في منطقة تابعة لولاية القضارف شرقي البلاد مع ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي. أوضحت الحكومة السودانية أن هذه الميليشيات درجت على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية في المنطقة، مشيرة إلى أنها تسعى لتشكيل لجنة مع إثيوبيا لإنهاء الخلافات الحدودية بين البلدين. الهدوء يعود إلى الحدود السودانية مع إثيوبيا، فلا قتال على الجبهات التي شهدت اشتباكات منذ 26 حتى 28 من الشهر الحالي، اشتباكات بين ميليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي من جهة والجيش السوداني من جهة أخرى. ووفقا للقوات المسلحة السودانية تستمر الاتصالات بين القيادات العسكرية للبلدين لاحتواء المشكلات الحدودية بشكل عام، فيما تنتشر القوات العسكرية السودانية وسط تعزيزات كافية على طول الحدود وتحديدا في حامية القضارف العسكرية شرقي البلاد. وتتاخم ولاية القضارف الحدود الإثيوبية شرق السودان، ولاية ليست جديدة على الاشتباكات من هذا النوع، إذ تقوم ميليشيات إثيوبية بشن هجمات مسلحة للسيطرة على مشاريع زراعية وأراضٍ تتوافر فيها المياه. ويحدث سيناريو الاشتباك هذا أيضا في منطقة الفجقة الحدودية من الولاية ذاتها. التجاوزات هذا لا تقتصر على الهجمات العسكرية، بل تقول الحكومة السودانية إن مواطنين إثيوبيين يقدمون على زراعة أراضٍ داخل الحدود السودانية. وتسعى الحكومة السودانية للاتفاق مع الإثيوبيين، اتفاق يتجلى من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، لجنة توضح الحدود بنقاط فارقة لكلا الدولتين، وتبدأ عملها أكتوبر القادم على أن تفرغ من مهامها في مارس من العام القادم، في خطوة قد تنجح في إنهاء الخلافات. للتعليق على هذا الموضوع معنا من الخرطوم الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق حنفي عبد الله، وينضم إلينا من أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي سيد عبد الشكور عبد الصمد. أهلا وسهلا بكما معنا. أبدأ منك سيد حنفي، ما يحدث من تصعيد واشتباكات الآن من الجانب الإثيوبي، هل هو خلاف حدودي أم اعتداء ممنهج؟ شكرا جزيلا. المسألة ليس هناك خلاف حدودي، هذه المنطقة هي منطقة سودانية باعتراف الحكومة الإثيوبية على لسان السيد رئيس الوزراء الأسبق الراحل في البرلمان الإثيوبي. ولكن درجة هذه الميليشيات المزارعون بدعم ميليشيات مسلحة للتغول على المشاريع السودانية في تلك المنطقة منذ خمسينيات القرن الماضي، ولكن نظرا لانشغال القوات المسلحة بحرب الجنوب لفترات طويلة، وكذلك يعني ما جرى في دارفور والمنطقتين، لم يكن هناك وجود عسكري لمواجهة هؤلاء. وبالتالي يعني بعدما تمركزت القوات المسلحة منذ مارس الماضي في تلك المنطقة، يعني تم منع المزارعين من معاودة الزراعة. والجديد في هذا الأمر بأن الميليشيات المسلحة التي يعني كانت تنطلق بأسلحة أوتوماتيكية صغيرة معروفة دعمت وفق التقرير الذي برز، دعمت بمساندة من الجيش الفيدرالي. وأرجو أن تكون مشاركة الجيش الفيدرالي هذه مشاركة فردية وليس بدعم وقرار من قيادة الجيش الفيدرالي. كيف مشاركة فردية يعني؟ كيف مشاركة فردية سيد حنفي؟ هل يوجد مشاركة فردية؟ هذا جيش بحسبان. نعم، أنا أقول دعيني أكمل العبارة، لأنه هذه المنطقة معروف أنه معظم القوات من ضباط وصف ضباط ينتمون إلى إلى طائفة معروفة يعني تقتل في هذه المنطقة. وهذه الطائفة هي يعني منطقتها هذه يعني بعتبر مستفيدين منها بشكل كبير جدا، وهي منطقة زراعية خصبة جدا متوفرة المياه، وبالتالي هذه بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت.
ولذلك يعني هذه قبيلة الأمهرة التي تنتشر في هذه المنطقة، معظم القيادات العسكرية والشرطة والقوات الموجودة في هذه القوات هي من قوات من قبيلة الأمهرة، وإمكانية أن يتعاطفوا مع هؤلاء المزارعين. ولكن هناك اتصالات تجري ما بين الحكومة في الخرطوم. بالتأكيد سأعود إلى هذه الاتصالات معك سيد حنفي لاحقا، يعني ولكن دعني أذهب، أعتذر عن مقاطعتك، دعني أذهب فقط إلى السيد عبد الشكور لكي يعني نلتقط هذا الخيط. سيد عبد الشكور، تتهم الحكومة السودانية، تتهم الجيش السوداني بوقوف الجيش الإثيوبي وراء الأعمال يعني دعنا نقول الغارات التي تتم على هذه المنطقة، المحل الخلاف يعني، أو التي تقول إثيوبيا أنها محل خلاف. هل بالفعل هذا هناك تعمد من الجيش الإثيوبي لإسناد هذه الميليشيات، ميليشيات الشفتة؟ شكرا لك أختي العزيزة، وشكرا لضيفك الكريم من الخرطوم. حقيقة يعني توصيفه كان دقيق جدا، وكان حقيقة يعني مهنيا في وصفه. ليس هناك خلاف حدودي بين البلدين، وكل ما يعني موجود وكل ما هو موجود في القضية انه يعني خلال فترة طويلة جدا، خلال 25 سنة او اكثر، وكان هناك في فراغ في هذه المنطقة زي ما قال ضيفك الكريم من الخرطوم. الجيش السوداني كان منشغل، فكانوا يعني المواطنين الاثيوبيين يعني ينزلون الى السهول في المنطقة هذه ويزرعون يعني. فبالتالي الآن تم ترسيم الحدود بين البلدين، ولأول مرة الجيش السوداني يدخل إلى المنطقة ويعني عمل نقاط مراقبة وكذا. يعني النقاط أو الميليشيات التي يعني تحمي المزارعين أو تدافع عن المزارعين والمستفيدين وكذا. يعني صار الاحتكاك من هذه الجزئية حقيقة. وضيفك زي ما قال يعني حقيقة ليس هناك وجود أو يد للجيش الفيدرالي أو حتى للجيش الأثيوبي في، هو قال إنه ربما يكون هناك تدخل من الجيش الفيدرالي، ولكن بشكل أنا أريد أن أؤكد. نعم. لا، هي أفراد يعني هي أفراد يعني أعمال يقوم بها أفراد بحسب انتماءاتهم وبحسب مصالح. حقيقة هناك مزارعين يعني بكميات كبيرة وأصحاب رؤوس أموال يعني يزرعون في أراضي. طيب، ولكن كل هذا السيد عبد الشكور لا يبدو صائبا يعني بالنسبة لأي مراقب أو متابع. هذه الميليشيات هي تعتدي على أرض سودانية، ميليشيات الشفتة، والحكومة الإثيوبية تتفرج. يعني هل تراوغ أديس أبابا بهذه الطريقة بإدانتها لما يحدث، ولكن في نفس الوقت هي لا تحرك ساكنا لوقف هذه الاعتداءات من هذه الميليشيات؟ هو حقيقة يعني هناك يعني وكلنا يعرف يعني والإخوة أشقائنا وأحبائنا في السودان يعرفون أنه في البلدين هناك يعني مرحلة انتقال، وهناك حقيقة يعني في المرحلة الانتقالية تحدث أحداث، وليس هناك حقيقة تستر بقدر ما أنه أولا الحدود طويلة جدا يعني. لك أن تتخيل حدود مساحتها فقط منطقة ولاية القضارف مع ولاية إقليم أمهرة 260 كيلومتر يعني طولها. فطول المنطقة يعني والوعور الموجودة في الجبال وفي الغابات، يعني هي هذه الأحداث التي تجعل الميليشيات تتستر وتقوم. فقط هذا يعني ما ليس فقط الجانب السوداني هو الذي يعاني، قد يكون الجانب الإثيوبي أحيانا يعاني من هذه الميليشيات. نعم. طيب، ولكن طبعا الوضع بالنسبة للأراضي السودانية المعتدى عليها هو طبعا أمر آخر. طيب سيد حنفي، في العام 1995 نصت اتفاقية على نزع الجيوش من هذه المنطقة، لا الجيش الإثيوبي ولا الجيش السوداني، ويبقى هناك تمثيل من الجانب السوداني من كتائب الدفاع الشعبي السوداني وأيضا من هذه الميليشيات. لماذا تنزعج السودان الآن وهو وضع كان متفق عليه سابقا؟
لم يكن هناك تواجد للجيش السوداني في هذه المنطقة كما ذكرت. كانت هناك يعني هذه القوات الدفاع الشعبي التي كانت تحرس هذه المنطقة، وكانت مهمتها الأساسية هي مقاومة التهريب حول الحدود. ولكن بعد أن تم الاتفاق على إحلال الجيش السوداني الآن يدخل في إطار يعني داخل الحدود السودانية. دائما يتم الاتفاق في نزع المناطق من القوات إذا كان هناك خلاف في منطقة، ولكن هذه منطقة سودانية 100%، وبالتالي ليس هناك مبرر لأن ينسحب الجيش السوداني من هذه المنطقة. وبالتالي يعني يبقى الأمل في أن يستمر الحوار السياسي، وخاصة في ظل العلاقات الجيدة والحميمة ما بين السودان وأثيوبيا في طيب يعني إذن أنت سيد حنفي لا ترى أن هناك تقصير من أديس أبابا؟ هؤلاء يعني هذه المسألة يعني هي فيها ترتيبات وحساسيات قبلية. كما تعلمين بأن أثيوبيا تحكمها يعني سلطة هي تتشكل من عدة قوميات، وبالتالي يعني عملية الحساسية وهذه المسألة هي التي تعوق. ولكن أعتقد القيادة الأثيوبية أكثر وعيا في أن تقوم بحل هذه المعضلة وعملية ترسيم الحدود وعملية التوافق في أن يعني يكون ما بين البلدين هي نقاط تلاقي وليس نقاط من الشد والجذب ومن التعدي على الآخرين. هذه المسألة أعتقد بعيدة عن سيرة الإخوة الإثيوبيين، وكذلك القيادة السودانية ترعى تماما مصالح السودان الخارجية والإقليمية، واستقرار السودان الإقليمي هو استقرار للوضع الداخلي وبالعكس. وبالتالي أعتقد الأمور ستكون مرتبة بإعادة كل هذه المعوقات إلى مصابها الصحيح إن شاء الله، بفعل ما لدي البلدين من أواصر من الصداقة ومن التفاهم الكبير. طيب سيد عبد الشكور، سيد حنفي يعني يرى أن هذه الأمور ينبغي أن تحل سياسيا، وهناك فعلا دعوة للجنة سيتم انعقادها في يعني خلال الفترة المقبلة من أكتوبر حتى مارس 2021 للتباحث بشأن هذه النقاط. هذا الملف ليس حديث، لماذا لم تحاول أديس أبابا خلال الفترة الماضية أن تحل من طرفها وأن تحجم هذه الهجمات من الميليشيات المعتدية على الأراضي السودانية؟ يعني لماذا الآن نجلس ونتباحث والوقت كان طويلا أمام أديس أبابا لكي تتحرك في هذا الملف؟ سيدتي الكريمة، كما قلت لك يعني هناك الملف له سنين طويلة جدا. يعني أثيوبيا تعاني من تهريب السلاح ومن كمية من الأعمال غير القانونية في هذه المنطقة في هذه الحدود، وهي حريصة حقيقة على الانتهاء من هذا الملف، وكما السودان حريص حقيقة، وكلنا حريصين حتى نتفرغ للتنمية، حتى نتفرغ لتطوير بلداننا. فلهذا يعني قبل تقريبا شهر كان هناك يعني قيادات عليا من الجيش الأثيوبي كانت موجودة في زيارة إلى الخرطوم، وكان وفد بنائب رئيس الوزراء يعني جاء إلى أديس أبابا للحوار في هذه القضايا. الحوار بين المنطقة بين البلدين حقيقة مستمر، والعلاقة بين البلدين وبين الشعبين أكثر مما يتخيله البعض ممن يريد أن حقيقة أن يعني يصعد من لهجة من هذه الأحداث ويعطيها أكبر من حجمها. قيادة البلدين وحقيقة والمسؤولين العسكريين والأمنيين واعين لأهمية يعني ما الحل من وجهة نظرك سيدي إن كانت هذا الموضوع يعني هو موضوع قديم حديث وهناك منطقة توتر بالفعل تعاني إثيوبيا من وجود بعض الأعمال الخارجة عن القانون في هذه المنطقة؟ هل هذا يعني أنه إثيوبيا ستظل غير قادرة على السيطرة على هذه المنطقة وبالتالي لن تحد من الهجمات على الأراضي السودانية فيما بعد؟ سيدتي الكريمة، قلت لك أنا حقيقة يعني عدم وجود الجيش السوداني في المنطقة وعدم وجود بسبب عدم التفرغ حقيقة بالانشغال لقضايا بمناطق صراع أخرى جعل هذه القضية منطقة فارغة، فبالتالي يعني دفع الميليشيات هذه للقيام بهذه الأعمال. الآن الحمد لله الوضع تغير، هناك يعني الجميع يسعى
للبناء يعني بما يمثل أفضل حلول للمنطقة للبلدين. حقيقة أنا أتوقع في القريب العاجل سنرى نتائج لهذه الأعمال، وقد يكون حقيقة زي ما قلت أنا في بداية الحديث إنه باعتبار إنه البلدين في مرحلة انتقال هذا له أثر يعني، وهذا له انعكاس بإذن الله. لكن نتوقع في القريب العاجل أن نصل إلى نتائج إيجابية في هذا الملف. طيب سأعود إليك سيد حنفي، وباختصار لو سمحت، هناك رتب في الجيش ذهبت ضحية لهذه الاشتباكات على مدار يومين، هناك إصابات من الجنود، هناك طفل قتل، وهناك ضابط برتبة نقيب أيضا قتل. ما التحرك الذي ينبغي أن يتم؟ هل ستظل الأمور بالمسار السياسي أم أن هناك ربما تحرك من نوع آخر ستقوم به الخرطوم؟ شكرا. أولا طبعا كانت هذه القوة كانت تقوم بعملية دورية بقيادة النقيب، وعندما تم إطلاق نار كثيف تجاه هذه القوة كان الرد، وبالتالي جاءت قوة أخرى بدعم من بعض عناصر الجيش الفيدرالي وقامت ب يعني توجيه الهجوم على تلك القوة الصغيرة من القوات المسلحة التي كانت تمشط المنطقة. وبالتالي كانت استشهد النقيب اللي هو قائد القوة، واحد صف الضباط من الجنود، وبعد ذلك تم تعرض المنطقة لإطلاق من الراجمات والأسلحة الثقيلة التي لا تمتلكها الميليشيات، للأسف وبالتالي كانت إصابة أعتذر منك سيد حنفي، وحرق بعض. شكرا جزيلا لكما على وجودكما معنا من الخرطوم، الخبير الأمني والاستراتيجي الفريق حنفي عبد الله، ومن أديس أبابا الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الشكور عبد الصمد. شكرا لكم.